السلام عليكم. مباراة غطت واخذت الأضواء من مباريات دوري أبطال أوروبا، وحالنا مع النصر باختصار هم يضحك وهم يبكي. النصر دخل مباراة الدحيل متراجع نوعا ما في الشوط الأول، والدحيل دخل المباراة بأسلوب لعب هجومي وضغط عالي على النصر وتدخلات قوية من اللاعبين، وكان أفضل في أول 20 دقيقة من الشوط الأول. ومن أول مرة ضغط النصر على الدحيل أجبر لاعب الدحيل على ارتكاب الخطأ وسجل النصر الهدف الأول، وأصبح للنصر خطورة عن بداية المباراة. وأيضا في نفس الشوط الدحيل كان له خطورة على مرمى النصر ونزعة هجومية واضحة، وخطورة الدحيل وهجمات الدحيل الخطرة وصلت في الشوط الأول ل5 فرص خطيرة. الأسباب كانت واضحة بسبب غياب خط الوسط التام، ولاعب الدحيل كوتينيو أخذ كل أريحيته في وسط الملعب، وما كان في أي ضغط من الصليهم أو الخيبري. وتعليمات مدرب الدحيل كانت واضحة في الشوط الأول، وهي اللعب على الطرف الأيمن على جهة محمد قاسم، وما كان في أي مساندة من ساديو ماني دفاعيا مع محمد قاسم. ومن البداية قرار اللعب بالصليهم من كاسترو كان خاطئ مع غياب بروزوفيتش، وكان من المفترض البدء بفوفانا على حساب ماني. وافضل ما في الشوط الاول للنصر هدف تاليسكا واسيست خيالي من الاسطوره. وفي الشوط الثاني نفس السيناريو، الدحيل دخل الشوط الثاني افضل من النصر، كانت خطورته واضحه على مرمى النصر. وايضا من اول فرصه للنصر في الشوط الثاني، واخيرا ساديو ماني سجل هدف بعد غيابه عن التسجيل ل6 مباريات على التوالي. وايضا رونالدو يرد على ماني بهدف عالمي بالقدم الضعيفه، وكاد يقتل احلام فريق الدحيل في العوده في المباراه. لكن مثل ما عودنا النصر وسوء تمركز اللاعبين في الدفاع، الدحيل سجل الهدف الأول، وكاسترو بعد أداء أكثر من رائع من الصليهم في المباراة اكتفى بمتعة الصليهم بتبديله، واستمر الدحيل بإهدار الأهداف. لكن الحاسم كان موجود وقتل رونالدو أحلام وآمال الدحيل نهائيا، وانتهت المباراة بخيرها وشرها. لكن في علامات استفهام كثيرة، وأولها كاسترو دخل المباراة بتشكيلة خاطئة وغير موفقة، واللعب بالصليهم في مباراة ضد خصم قوي كانت مخاطرة. وساديو ماني رغم هدفه لكن كان مستواه متراجع، وأدواره الدفاعية في المباراة كانت ضعيفة. كان من الممكن ضم فوفانا مكان ساديو ماني، وغريب يكون جناح النصر في المباراة. كانت بتكون التشكيلة متوازنة هجوميا وأيضا في خط الوسط في ظل غياب بروزوفيتش. وأيضا من مشاكل النصر في كل مباراة وليست المباراة الأولى سوء خط الدفاع، واليوم بستثني فقط سلطان الغنام لأنه قدم دور هجومي كبير وساهم في الأهداف. والكارثة الأكبر اليوم كوتينيو لاعب الدحيل كان وضع عليه زيادة الوزن وتراجع المستوى البدني لكوتينيو، إلا كوتينيو لعب في الدفاع النصر. لعب تقييم خط دفاع النصر في المباراة: لابورت 7.1، والعامري 6.7، ومحمد قاسم 6.5، والغنام 7.9. ولا ننسى الخيبري والصليهم، كلهم في الهوا سوا. ومثل ما في عيوب في مكاسب، ومن مكاسب النصر اليوم في المباراة إدراك إدارة النصر حاجة الفريق لمدافع سوبر وظهير أيسر محلي قوي مثل متعب الحربي لاعب الشباب. هذا من مكاسب النصر اليوم، مراجعة كاسترو وحساباته في بعض اللاعبين ومشاكل الفريق. والمكسب الأكبر اليوم امتلاك لاعب بحجم الأسطورة رونالدو، شخصية وروح وصانع ألعاب وهداف، كان أفضل لاعب في المباراة بدون أي منافس. وتقييم الأسطورة في المباراة 9.5. وبس اكتبوا لي رأيكم في التعليقات في مباراة اليوم، وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك. في أمان الله.